بالبصمة. اوكي الآن تشتغل. نبدأ التسوق ستارت شوبينج. هنا بتطلع لنا الفندرز او الجهات اللي داعمة للنظام. عندنا كارفور، عندنا تيم هورتز المقهى المعروف. نختار مثلا كارفور ونختار اللي هو السوفت درينك او المشروبات الغازية. طبعا الشاشة راح تنتقل لنا بشكل افتراضي الى رفوف المشروبات الغازية. هنا نبدأ نضيف الى سلة الغذاء او سلة المتجر الاشياء اللي نحتاجها. مثلا عندنا هنا بيبسي، اقدر اسحب هنا البيبسي الى القائمة. اقدر اختار عدد الكمية. انا ما شاء الله احب البيبسي، خلينا ناخذ لنا 4. اضيفها الى القائمة. اقدر اضيف مادة ثانية الى هنا. اذا ما قدرت اضيفها اسحب الشاشة هنا اللي فوق، اقربها ثم اسحب اللي هو الفانتا، نضيف كمية واحدة. طبعا اقدر هنا ما اخذ اغراض كارفور وارسلها الى البيت او استلمها، اقدر اضيف اشياء ثانية من متجر ثاني. فمثلا اقدر اغير ستور، نروح المقهى عفوا. هنا بيجينا رفوف مقهى التيم هوردز، ثم نقدر نختار مثلا الدونات، نحب هذه النوعية من الدونات، نطلب لنا كمية كبيرة ثم نضيفها. بعدين عندنا عملية اللي هي التشيك اوت، اللي انه عملية الدفع اللي هي راح تتم من خلال الابلكيشن. بعد ما نضيف المواد في السلة تكون عملية الدفع من خلال تطبيق الجوال. نقوم بعملية مسح للباركود اللي قدامنا من خلال الابلكيشن مثل ما انتم شايفين. بعدين راح يعطينا اللي هو القيمة، راح ندفع من خلال الكريدتس او بطاقات الفيزا او الماستر كارد. بعدين نحدد عملية التوصيل. اما نقدر نخلي الشركة توصل لنا المواد الى البيت، او نطلب منهم انه انا اروح استلم الاغراض من المتجر نفسه. وهذه هي الشاشة اللي راح تكون بحسب كلامه انه راح تكون متوفرة في جميع اماكن المدينة، في الشوارع، في المتاجر، في المولات. اي واحد يقدر يشتري اغراضه من هذه الشاشة، ما له داعي يروح للاسواق الكبيرة ويدخل في الزحمة. وان شاء الله نشوفها في السعودية مثلنا. والله